ليمون القضايا أو الرنج من ألذ المخللات وأطعمها. هنعمل ليمون القضايا المعصفر، نقدر نقول ضمن تجهيزات رمضان. هنقول كل أسراره وإزاي نعمله من دلوقتي لرمضان. لو عاوزين نعمله قبل رمضان بأسبوع إزاي يكون جاهز معانا في أقل من أسبوع أو على مدار 3 شهور. هنتعرف على كل أسرار الليمون المعصفر. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم إشعار بوصفاتي، ولايك للفيديو، وتقولوا رأيكم في الكومنتات تحت، وتقولي لو حابين نعمل أنواع مخللات تانية ايه. احنا كده هنعمل أصلا، بس يلا بسم الله، يلا بينا نبدأ. أول حاجة هنجيب الليمون القضايا أو ليمون الرنج، حجمه كويس ولونه أصفر وذهبي كده يعني كويس. اول حاجه هنغسله كويس جدا، ننقعه بخل، وبعد كده نغسله كويس جدا عشان احنا ولو في اي حاجه مش عاجبانا في اللي فيها قشر او حاجه هنشيلها. تكون الليمونه جامده وخشنه، لازم نغسله كويس جدا عشان احنا هنخلله في الميه اللي احنا نسلقه فيها. هنشقه بالسكينه 4/4 زي ما انتم شايفين كده، هنعمل علامه زائد. مش هنوصلها للاخر عشان الحشوه الوصفه اللي احنا هنحشيها ما تقعش منها. هنمسك الكميه بتاعتنا كلها نقطعها، هنعمل علامه زائد فيها كده ومش هنوصلها للاخر. هنجيب حله يكون فيها ميه بتغلي، تمام. هننزل فيها الليمون، ولازم الميه تكون مغطيه سطح الليمون كله من فوق. هنا بقى في تركايه. دلوقتي انا لو عايزه اعمله من دلوقتي لرمضان بحيث ان هو يقعد يستوي مثلا 3 شهور او شهرين، هديله قلبه واحده بس، يعني الميه تغلي عليه كده تقلب عليه قلبه واحده بس. لكن لو انا عايزه اكله بعدها باسبوع هديله غلوتين 3. هو السر في كده، الفرق بين ان انا اخلله اسبوع او اخلله 3 شهور. مده سلقه هي اللي هتحكم هنا اكله امتى. دلوقتي شايفين الميه بتاعته لونها فاتح، عامله زي عصير الليمون الطبيعي، ما فيهاش اي حاجه لان انا غسلها كويس جدا ونقعاه في خل قبل ما ابدا فيه شغل. هسيب بقى الميه تبرد خالص والليمون يبرد خالص. شايفين هنا بقى شكل الليمونه باين على ان هي اصلا يعتبر ما تعرضتش الحراره ازاي، جامده، ما استوتش خالص. ما ينفعش ان اسويها عشان ده انا هحطه ضمن تجهيزات رمضان، مش هفتح عليه غير في رمضان. شايفين شكلها، وشايفين برضو انا ليه قلت ما افتحهاش للاخر، عشان انتي لو فتحتيها اكتر من كده هتتفتح منك والحشوه هتقع منك ومش هتعرفي تحشيها. فهو كده تمام. انا بس بوريكم ان هو باين عليه ان هو لسه اخضر، مستويش في الميه بتاعت السليق، ده اللي احنا عايزينه. لكن لو احنا هنعمله قبل رمضان باسبوع، اذا كان الليمون الرنج او الليمون العادي نتك عليه في السلق. هنحضر بقى الحشو. معانا عصفر وحبه بركه، ده بقى ايه يعني على قد الكميه اللي انتي عاملاها، تمام. دي بقى الدقه بتاعت المخلل، انا بعملها في براطيم وبركنها في التلاجة. كل ما بحتاج بطلع، بتبقى عباره عن شطه وملح وزيت مش اكتر. دي دقه عاديه خالص بعملها وبركنها عشان ايه كل ما اجي اعمل مخلل اطلع منها، تمام. هقلب بقى وهدمج العصفر مع حبه البركه. بص بقى، هو يستحسن انك تخزنيه في برطمان ازاز، بس لو انا ما عنديش برطمان ازاز عادي برطمان بلاستيك. بس برطمان البلاستيك اللي هتخليلي فيه لازم يبقى عليه علامة المثلث المقلوب اللي ورا ومكتوب عليه رقم 5. اللي مكتوب عليه رقم 5 ده يبقى صالح للتخليل وما بيتفاعلش مع الملح، تمام. ده لو ما عندكيش ازاز. هبدأ بقى احشي العصفر، احشي الليمونة. احشيها بقى يا جماعة يعني احشي بضمير، انا صرفة ومكلفة. فهحشي الليمون كويس.
اديله بس هزه كده بحيث ان انا يعني انا رصيته كده عشان شكل البرطمان يبقى حلو كده ومحطوط على في المطبخ كده يعني يفتح النفس. هنضف بقى مكاني وهنضف بقى البرطمان وكده. ممكن الخلطة بتاعت العصفر وحبة البركة وممكن تحطي زوديها جزر مبشور وتفر، مفيش اي مشكلة. هنا بقى هنعمل المحلول الملحي بتاع المخلل مع الدقة، بس انا هنا هعمل محلول ملحي مختلف شوية. اولا هحط عليه معلقة 5 معالق من هما هريسة الشطة اللي انا عاملاها دي، دقة ودقة المخلل، تبقى عبارة عن شطة مهروسة بملح. وكل ما اخد منها واجي اعينها لازم احط زيت على الوش عشان ما تعملش ريم او حاجات بيض او عفن او كده، وهركنها المرة الجاية. هنا بقى كيلو الليمون مع عليه كوباية ملح من بتاعت الشاي دي. انا حطيت كوبايتين بس تقريبا التاني متصورش، مش عارفه ليه. بص بقى يا ست الكل، المحلول الملحي بتحط معاه خل، والخل بيساعد او بيسرع عمليه السوى، وانا مش عايزه العمليه دي تحصل، مش عايزه عمليه السوى تحصل. فلو انا هاكله قبل رمضان، لو انا هعمله قبل رمضان باسبوع، هزود مع خل عشان بيساعد في عمليه السوى. بعد كده بقى هنزل بالدقه او المحلول الملحي اللي انا عملته ده على البرطمان لحد ما يعني معيمه كده، يعني اخلي الميه توصل لسطح يعني زودت ميه كمان. انا زودت ميه لان لازم تبقى الميه مغطيه سطح الحاجه اللي هتخليها بقى وتفر انت تخليها ايه. ودول اخر شويه شطه كانوا يعني في محلول الملح وكده، فلازم احطهم عشان هي اللي بتدي اللون الرائع الاحمر اللي انت شفته في اول الفيديو ده. بس هنقفل عليه، هنمسح البرطمان كويس ونقفل عليه، وكل فترة كده نهز البرطمان كده، كل كام يوم كده نهزه بس، مش اكتر ولا اقل. وكده الوصفة خلصت. الليمون خلص، هحط بقى زيت من فوق عشان ما يعملش عفن او حاجة، عشان هركنه مدة. بس كده تمام ان شاء الله. هبقى افتح مع بعض في وصفات رمضان، هبقى افتح معاكم وهوريهولكم ان شاء الله، يعني لو بنت طول العمر. وبس كده وصفة خلصت، حلو جدا لذيذ، انا بموت فيه الليمون المعصفر ده. هقفل وهبعد احطه في مكان بعيدا بس عن الرطوبة، وبس كده خلاص خلصت. اتمنى يا رب الوصفة تعجبكم واتمنى تجربوها، وان شاء الله باذن الله ناوية باذن الله السنة دي في تجهيزات رمضان اعمل معاكم جميع انواع المخللات. يلا اشوفكم ان شاء الله على خير.